لما بنسلقها وبنحمرها بالطريقه دي بتكون طعمها تحفه جدا جدا، وبتكون كده الطعم بتاعها مختلف، وبتكون كده النسائر بتاعتها جوسي وطعمها تحفه جدا. بتكون معانا بالشكل الحلو ده كده. بصوا الشكل تحفه. محشي البتنجان بخلطه حلوه جدا. اتبعوا الخطوات في خلطه المحشي، هتكون حلوه جدا، واي حد هياكل المحشي بتاعكم هيكون المحشي بتاعكم نمبر واحد بالنسبه له. وكمان هيكون ان هو طعمه حلو جدا. وبيبنى هنا كده الرز المعمر بيكون معانا بقى بالشكل الحلو ده، فلاحي بقى على اصوله. هو بارد شويه، فبيكون بقى معانا بالشكل الحلو ده كده. هنسمي الله ونذكر رسولنا الكريم ونبتدي مع بعض في الفيديو. الايام دي الجو برد ومطر، وكلنا بقى داخلين على امتحانات وكده، فعايزين اكله كده تكون دافيه، وان هي ايه كلنا نتجمع عليها كده وتكون اكله حلوه. فالنهارده حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو ده، فيديو سهل جدا وبسيط للمبتدئين واللي لسه داخلين المطبخ. كل حاجه هنعملها بالتفاصيل، وفي تريكات كده هنقولها مع بعض بتفرق جدا في طعم الاكل، وحلو جدا. فحبيت ان انا اشارك معاكم اليوم ده ونعمل مع بعض الغداء الحلو ده، ويلا بينا نشوف هنعمله ازيكم عاملين ايه. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده. الجو بره برد ومطر، والجو اصلا مش طبيعي من امبارح. فالنهارده كده ماما الصبح جابت شويه خضار. احنا كنا هنعمل مع بعض النهارده رز معمر وفاصوليا بيضه فراخ. كنت عامله لكم بطريقه حلوه جدا ازاي ان انتوا تسلقوها وتطلعوا منها مرقه حلوه حلوه، يعني بمعنى الكلمه. كمان ان انتم تحمروها كده وان هي تبان اكنها مشويه، ومش عايزه اقول لكم قد ايه بتكون من جوه جوسي كده وطريه، والنساير بتاعتها كده طعمها تحفه. فالنهارده هنعملها مع بعض، ولكن انا هزود معاكم في الفيديو النهارده. كنت قلت لماما عايزه بتنجان، فهي النهارده كان يوم السوق. فامبارح كان السوق، والبتنجان اللي هي كانت عايزاه ما لقتهوش. فالنهارده كانت بتجيب العيش الصبح من الفرن، ولقيت البتنجان الحلو ده كده لسه صابح وفريش، بيكون معانا حلو كده. فهنعمله النهارده مع بعض كده، بيكون جنب الاكل كده، فبيبقى ايه زي سناكس، مش سناكس يعني، بيكون زي ايه حاجه جنب الاكل كده. فهنعملها. وعندي هنا برضو خس، والخس بقى خدنا منه الورق، يعني شلنا من الخس الورق، وبعد كده نغسله ونفرده على اي فوطه مطبخ ينشف. يلا بينا نبتدي في الفيديو عشان نشوف الغدا النهارده هنعمله ايه مع بعض. وقبل ما نبتدي نصلي على الرسول. واللي لسه اول مره يشوفني، انا اختكم منار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك وكومنت حلو وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني، ودعوه حلوه لاهلنا في غزه وفلسطين. ويلا نبتدي مع بعض في الفيديو. اول حاجه كده عندي هنا الخس، بنبتدي ان احنا نشيل منه الاوراق، وبعد كده في ميه تكون كده غزيره كده نبتدي نغسل الخس ده كويس جدا في ميه وفيها شويه صغيرين من الخل، لحد ما الميه بتاعه الخس دي تكون ميه نظيفه جدا جدا، علشان الخس بيبقى فيه بعض الطينه كده من الارض. واهم حاجه ان احنا ننضفه كويس جدا. بعد كده جبت صينيه، فردت عليها كده فوطة مطبخ او ملاية او اي حاجة عندنا كده، وبعد كده فردت الورق الخاص ده عليها، وبعد كده خدته وكان الجو معانا بالشكل ده. خدته حطيته على السطح. اهم حاجة ان احنا نحطه في مكان يكون فيه شمس او مكان فيه هوا، لحد ما الورق معايا يدبل وان هو ينشف من المية بتاعته تمام. بعد كده عندي بتنجان هنا صابح وفريش والخضرة، وعندي هنا فاصوليا بيضة. الفاصوليا البيضة من البقوليات اللي بتحتاج وقت كتير جدا في ان هي في التسوية بتقعد كتير على النار. تمام. فبعد كده احنا نقعين الفاصوليا دي من قبلها بيوم، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. بعد كده ضربت عندي طماطم، ورفعت حلة على النار فيها بصلتين كده مفرومين، ومعلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، واسيب البصلايه دي تدبل وتاخد اللون الذهبي بالشكل ده. بتفرق جدا البصلايه كده في طعم تسبيكه المحشي. وبعد كده نزلت بالطماطم اللي انا خلطتها في الخلاط من غير ما اصفيها. اهم حاجه ان احنا نفرمها كويس جدا وتكون معايا ناعمه. وبعد كده ضفت معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الملح،
وبعد كده هاخد الصلصه دي وارفعها على نار متوسطه لحد ما تتسبك. تمام. بعد كده جبت حله نزلت فيها ببصلايه صغيره ومعلقتين كبار من الدهن. الدهن ده بيكون عند تيتا كده وبيكون حلو جدا وبيفرق جدا في طعم الخضار بتاعنا. وضفت معاه كده معلقه صغيره من السمنه وهسيب البصلايه لحد ما تاخد نفس اللون الحلو ده كده. هنعمل تسبيكه الفاصوليا وعندي هنا باقي كميه الطماطم. اهم حاجه ان احنا نعصرها من القشر، لكن بتاعه تسبيكه المحشي ما عصرتهاش. وضفت لها ملح وسكر وسبتها برضو تتسبك. وبعد كده رفعت حله على النار نزلت فيها بالفاصوليا اللي احنا نقعينها من قبلها بيوم، وسبتها على نار متوسطه كده لحد ما تتسلق. وكده نكون جهزنا اول حاجه مع دلوقتي بقى ولعنا على صلصه تسبيكه المحشي، ولسه بقى هنضيف لها البهارات. ما اضيفش بهارات دلوقتي خالص عشان ده اللي بيفرق جدا في تيست الصلصه. ده الخطوات ده هنشوفها مع بعض. وعملت برضو صلصه الفاصوليا البيضه وعلقت عليها عشان تتسلق. فصلصه الفاصوليا البيضه انا عملتها بالدهن اللي هو اللي احنا دايما تيتا بتعمله وبنكون دايما عندها، فهو حلو جدا وبتكون ريحته كده مميزه في الخضار عامه يعني. بيكون في اللوبيا والفاصوليا وصينيه البطاطس الجهنميه بتكون طعمها حلو جدا. كمان عايزه اقول لكم ان ريحته الدهن ده لوحده ريحته حلوه. وبعد كده على ما دول يستووا كده ونخلص هنعمل بقى مع بعض البتنجان ونعمل الخضره بحيث ان احنا ننجز الوقت بتاعنا. ويلا بينا. بعد كده خلصنا بقى التسبيكه وكله على ما تتسبك معايا كده. عندي هنا البتنجان ببتدي ان انا اشيل منه الجزء اللي فوق ده كده في الاول. وبعد كده عندي هنا بوله فيها ميه، وبعد كده باخد بقى البتنجان وابتدي ان انا اقوره كويس جدا. فلما بننزل بالبتنجان في المية، المية بتساعد جدا على القلب الداخلي للبتنجانية في ان هي ما تسودش اكتر وتكون محتفظة كده باللون الفاتح بتاعها. تمام. وبعد كده قورناه وغسلته وصفيته عندي هنا كده. بعد كده عندي هنا رز غسلته كويس جدا وضفت عليه معلقتين كبار من السمنة ومعلقتين من الزيت ومعلقتين من القشطة وثلاث معالق من اللبن الرايب. تمام. كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي بتفرق جدا في طعم الرز. الرز الفلاحي على اصوله. اول حاجه الرز بتاعنا بعد ما غسلته بنزل عليه بالقشطه واللبن الرايب والسمنه والزيت. الزيت بيفلفل لي حبيبات الرز، والسمنه بتدي الطعم والريحه هي والقشطه، واللبن الرايب بيدي كده للرز بيخليه طري كده معايا وتكون حبيباته طريه ما تكونش معايا محصوله. وبعد كده نزلت باللبن وكملت الجزء التاني بالميه. وبعد كده اديته لماما تسويه. وفي الوقت ده كان عندي هنا تسبيكة المحشي اتسبكت تماما لحد ما المادة الدهنية بدأت ان هي تكون على سطح الطماطم. تمام. في خطوة بحب اعملها بضيف التوابل بتاعتي هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. ومعلقتين من الخضرة واغطي عليها كده 5 دقايق تاخد وتدي كده مع البهارات والخضار. توابل المحشي ما هي الا ملح وكمون وكزبرة وبابريكا وشطة وسبع بهارات وقرفة، ما بضيفش اكتر من كده. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اشوح الرز مع الصلصه دي شويه كده على النار مع الخضره، وبظبط كميه الملح وبس كده. وده كده خلطه المحشي. بتكون الخلطه دي بتكون حلوه جدا جدا، بتنفع بقى لاي نوع محشي كده وبتكون حلو معايا. تمام. فعلى ما الرز بتاعنا يستوي وفي الوقت ده عملنا هنا خلطة المحشي، وعلى ما تبرد كده كنت في الوقت ده رافعة حلة على النار فيها مية بتغلي. نزلت فيها بفرخة غسلها كويس جدا وصفيها من المية. وبعد كده تبلتها بصلايه مبشوره وملح وفلفل اسود. وبعد كده نزلت بقى في الميه المغليه وضفت لها بصلايه وطماطمايه وجزر ولورا وفصوص وحبهان و اي بقى بهارات انتوا بتحبوها. وكمان ضفت لها حبوب من الفلفل الاسمر صحيح. وبعد كده سبتها على نار تكون متوسطة عشان تاخد وتدي كده وتديني مرقة شفافة وتكون طعمها حلو. كل الفرخة كده تنزل كل العصارة الحلوة اللي فيها كده وتديني مرقة حلو. وفي الوقت ده على ما تستوي يكون خلصنا محشي البتنجان. بنبدأ نحشي البتنجانية ونسيب قيمة عقلة ما نملهاش للاخر. تمام. يعني نسيب كده قيمة عقلة عشان ندي للرز كده براحه ان هو يتنفس وان هو يستوي معايا ويكون حلو. تمام. نبدأ بقى نحشي البتنجان بتاعنا كده ما بياخدش اي وقت خالص، وكل حاجة احنا عملناها بالترتيب كده فبالتالي كل حاجة معانا مترتبة. عندي هنا البتنجان بعد ما ورناه وحشيناه معانا بالشكل ده. بعد كده عندي هنا الخس برضو ببتدي ان انا احشيه
وبيكون معانا بالشكل ده، بنلفه على هيئة سامبوكسات واحنا عملناه قبل كده مع بعض. وبتكون ده حاجة سهلة وبسيطة، والجو ده بيبقى محتاج الأكل اللي يكون سخن كده وكلنا نكون مجمعين عليه. تمام. فانا حبيت البتنجان ده من الاطباق اللي بتكون بحب ان هي بتكون جنب الاكل كده كطبق جانبي، فبيكون حلو جدا جدا. بعد كده في الوقت ده عندي بقى الفرخة كده كانت استوت كده على نار هادية كده، وادتني مرقة شفافة، وعايزة اقول لكم طعمها تحفة جدا جدا. بعد كده الفرخة بتاعتي في نص السوا ببتدي ان انا اقلب الفرخة على الصدور، عشان الصدور بتاخد وقت في التسوية عن ظهر الفرخة والوراك. وبعد كده نزلت بالمرقة على البتنجان بحيث ان هو يغطي نص البتنجانية، وعلى نار متوسطة لحد ما يستوي. بدأ ان هو يتشرب المرقة كده، نقلته على نار متوسطة وتكون هادية شوية. وبعد كده جبت الخس ونزلت عليه بالمرقة كده، بننزل بالمرقة على لحد السطر اللي قبل الاخير من المحشي، وعلى نار عالية ابتدي اخليه يغلي كده، وبعد كده هد عليه واسيبه ياخد ويدي كده مع بعض. عندي هنا التسبيكة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في الاول للفاصوليا. والفاصوليا معايا اتسلقت، بتفرق جدا ان احنا ننقع الفاصوليا من قبلها بيوم، ما بياخدش وقت كتير في التسوية. وبعد كده نزلت في الصلصة مع ملح وكمون وكزبرة ورشة من الفلفل الاسود، وتبلتها كويس جدا مع بعض، وسبتها كده تاخد وتدي مع بعض كده في الصلصة. وبعد كده ضفت لها مرقة الفراخ الحلوة اللي احنا عملناها. في الوقت ده كانت الفرخة بتاعتي اتسلقت، والمحشي بتاعي استوى، والرز بتاعي استوى، ما فاضلش بس الا الفرخة. عندي هنا معلقتين الصلصة اللي احنا خدناهم من تسبيكة المحشي، ببتدي ان انا ادهن بيها الفرخة كده كويس جدا. وبعد كده بكون في الوقت ده رافعة صينية او طاسة على النار، بنزل فيها بمعلقة من الزيت ومعلقتين من السمنة، وبسيبها تسخن كويس جدا. الصينية ديت حسيت ان هي مش هتتحمر معايا كويس، فنقلتها في صينية تانية وسبت المادة الدهنية دي تسخن معايا كويس جدا. وبعد كده باخد الفرخة وعلى الجهة الأولانية، وبسيبها بقى لحد ما تاخد اللون، بس على نار تكون متوسطة. وعندي هنا المحشي بتاعي كان استوى، وبعد كده بسيب بقى الفرخة لحد ما تاخد اللون الحلو من الجهة دي، اقلبها على الجهة التانية. وعايزة اقولكم ان الفراخ كده ما بنحمرها في شوية سمنة ومعلقتين من الصلصة كده، بتكون طعمها مختلف عن الفراخ اللي احنا بنحمرها في سمنة، فبتكون طعمها حلو، فجربوها تعجبكم جدا جدا. وبتكون بقى معانا بالشكل ده، وبسيبها بقى تاخد كده وتدي كده في التسوية، وسبتها لحد ما اخدت اللون الحلو ده. بصوا الشكل حلوة جدا جدا. وعندي هنا في نفس الصينية اللي احنا حمرنا فيها الفراخ، لو في اي حاجة اتحرقت من الصلصة ببتدي اشيلها، وبعد كده بشوح فيها كده اكون وصلت معاكم ل يومنا النهارده. عملنا بقى الفراخ الحلوه دي، بصوا حلوه ازاي. والفراخ لما بنسلقها وبنحمرها بالطريقه دي بتكون طعمها تحفه جدا جدا، وبتكون كده الطعم بس بتكون الطعم بتاعها مختلف، وبتكون كده النسير بتاعتها جوسي وطعمها تحفه جدا. بتكون معانا بالشكل الحلو ده كده. بصوا الشكل. النهارده عملت محشي البتنجان بخلطه حلوه جدا. اتبعوا الخطوات في خلطه المحشي، هتكون حلوه جدا، واي حد هياكل المحشي بتاعكم هيكون المحشي بتاعكم نمبر واحد بالنسبه له. وكمان هيكون ان هو طعمه حلو جدا، وبيكون مختلف عن اي حد. وبيكون بقى معانا بالشكل الحلو ده كده حبيبات الرز مستويه، وبعد كده شوحوها في الماده الدهنيه بتاعت الفراخ دي، بتكون طعمها تحفه. كمان عملنا الفاصوليا. والفاصوليا يفضل ان احنا ننقع الفاصوليا من قبلها بيوم، بتفرق جدا جدا في التسويه، وما بتحتاجش وقت كتير في ان هي تقعد على النار في التسويه. عملنا هنا الرز المعمر. عملنا هنا كده الرز المعمر، بيكون معانا بقى بالشكل الحلو ده، فلاحي بقى على اصوله. هو برد شويه، فبيكون بقى معانا بالشكل الحلو ده كده. بصوا الشكل، انا عملته ماما سويته، فبصوا بقى شكله حلو ازاي. فجربوا كل الوصفات بتاعتنا النهارده، هتعجبكم جدا جدا. وبقى اللي حابب ياكل رز واللي حابب ياكل محشي فكده راضيين طرفين، وبتكون معانا بالشكل الحلو ده. كمان عملنا النهارده بقى محشي الخس. محشي الخس ده ممكن يكون المفضل بالنسبه لناس كتير جدا، وبيكون بقى معانا بالشكل ده بخلطه المحشي اللي احنا عملناها الحلوه،
اللي انتوا هتجربوها تقولوا لي ايه رايكم فيها، وتكون بقى محشي الخاص معانا كده. وتعالوا بقى نشوف مع بعض كده، ونشوف بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها النهارده. جربوا كل الوصفات تعجبكم جدا جدا. وده كده شكل محشي الخاص. عايزه اقول لكم ان الاكل كان تحفه، والشكل هو مش باين ان هو لونه كويس، عشان بس كان حصل قفله كده في المطبخ، فالحمد لله ان هي جت على قد كده. فان شاء الله نظبط الاضاءه كده ونرجع تاني للاضاءه اللي احنا كنا متعودين عليها. وعندي هنا الورد ده كانت اختي جابتهولي، اختي الصغيره، فحبيت ان انا قلت لها اطلعه معايا في الفيديو. وعندي هنا الرز ماما سوته بقى كده، فعايزه اقول لكم طعمه تحفه. ده الرز المعمر على طريقه جدتي، والطريقه اللي انا بحب اعملها، ومن يوم ما كبرت كده وبدات اتعلم الرز كانت بالطريقه دي. فجربوا كل حاجه احنا عملناها مع بعض، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده. كنت معاكم منار محمود، مع السلامه حبايبي.